تلمس صندوق الزبالة. واوتوماتيك البتاعه بترجع لمكانها تاني. حاجه بقى يا جماعه بالنظام ده وبالشكل ده وبالذات بالشكل بتقفل الباب على ناس كتير جدا، انا بعتبرهم من اسوأ الناس اللي بسببهم الشوارع بتبقى زباله. تلاقي الواحد من دول نازل من بيتهم ماسك كيس الزباله رايح يرميه باشا في نفسه، مفيش حاجه ابدا، لحد دلوقتي ماشيين كويس، ويجي قبل صندوق الزباله بمترين وما تفهمش ايه اللي بيحصل له، بيركبوا جثه بيتقمص شخصيه مايكل جوردن بتاع كره السله ودماغه الف سيف يرمي كيس الزباله من بعيد. ليه يا حبيبي ليه يا ابن الناس الكويسين؟ يعني خلاص مكسل تمشي الخطوتين دول، يعني شحن رجلك خلص يعني في الحته دي. المشكله بقى الكبيره انه بيطلع في الاخر متآمر وهبل، لان كيس الزباله ما بيجيش في الصندوق وبيقع في الارض. والمصيبه بقى الاكبر انه بيمشي وبيسيب كيس الزباله في الارض لانه معتمد على ان في عامل نظافه هيجي بعده يشيله وينظف. وده يا جماعه قمه الجهل وقمه عدم الشعور بالغير، لان عامل النظافه ده هو بني ادم زيه زيك، يعني اللي انت بتعمله انت وغيرك ده بيبقى مجهود في الشغل زياده عليه، خاصه ان في بعض الدول بتديهم مرتبات قليله.